ما تيجوا احكي لكم حكايتي النهارده، وان عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه. وقبل ما احكي لكم مشكلتي النهارده اعرفكم بنفسي. انا اسمي سهى وعندي 24 سنه، عايشه مع جوزي وامه واخته. جوزي ده يبقى ابن عمتي وعمي اللي رباني بعد ما ابويا اتسجن وامي سابتني، وكل يوم والتاني بتتجوز جوازه شكل. اتجوزت ابن عمتي بعد ما اتقدم ليا، وعمي طبعا وافق، وطبعا علشان هما كلهم اهلي. لا جبت جهاز ولا اتكتب ليا قايمه ولا اي حاجه، ولا حتى جابولي شبكه، وحتى الدبله ما جابوهاليش. وكنت دايما بحس اني قليله جدا عندهم، واني واحده رخيصه جابوها من الشارع. كانوا في اقل حاجه بتحصل بيعايروني باني اتجوزت من غير جهاز او حتى قايمه. جوزي كان كويس جدا معايا، بس المشكله في عمتي وبنت عمتي. كانوا مطلعين عيني حرفيا، وشفت العذاب الوان. انا كنت بعمل كل شغل البيت لوحدي، وعمتي وبنتها كانوا اخر دلع. ده حتى كانت بنت عمتي كانت بتخرج وبتتفسح وبتيجي ترمي حاجتها في كل حتة في كل مكان، وانا اللي كنت بلمهم ليها كلهم. كانت لما الاكل ما يعجبهاش ترميه على الارض او في وشي، وكانت حرفيا مطلعه عيني في كل حاجة. وعشان هي الصغيرة، كانت عمتي وجوزها واخوها اللي هو جوزي يعني كانوا بيسمحوا ليها تعمل اي حاجة، ولا كان حد بيزعق ليها، ولا كان حد بيقول لها ده غلط ولا عيب. وبعد فترة من جوازي حملت، وكنت حامل. كنت حامل في بنت. هي اول ما عرفت اني حامل في بنت فضلت تتريق عليا وتقولي دي غلفتها بنات ومش هتعرف تجيب ولد. ما كنتش اعرف ايه سبب كرهها ليا. كنت في كل موقف بتعمله معايا اشوف كرهها اكتر ليا، بس عند حتة انها تتريق عليا وتخلي جوزي وحماتي بيضايقوني اني حامل في بنت، الحكاية دي ضايقتني جدا، خلتني اتمنى ليها كل حاجة شر. انا بقيت اكره اي يوم اصحى فيه من النوم واقول صحيت ليه بس النهارده في وشها. وحتى وانا حامل هي وعمتي ما كانوش بيرحموني. انا كنت بصحى الساعة 6 اجهز الفطار بتاع كل واحد لوحده، وبعدين اخلص الفطار واروق البيت والمطبخ، واخد الهدوم كلها تتغسل وتتكوي، وهدوم كل واحد فيهم بتتشال في دولابه، واطلع بقى بعد كده انزل اجيب طلبات البيت او لوازم البيت اللي انا محتاجاها من السوق. انا حتى كنت ساعات اطلع الانبوبه بتاعه البوتاجاز من الدور الارضي للدور الثالث اللي كنا احنا ساكنين فيه. وكل التعب ده وانا كنت حامل في الشهر الخامس، ويا ريتني كنت بلاقي تقدير او حد يقول لي ليه حتى شكرا. انا كنت بتذل وبتهان وبيطلع عيني على اقل حاجه ما تجيش على مزاجهم. انا في مره بنت عمتي ديت كان نفسها في محشي، وكنت انا في الشهر التاسع وتعبانه ونايمه، وحماتي خلتني اقوم اعمل ليها محشي. ولما كلمت جوزي وشكيت له وقلت له تعبانه ومش قادره اتحرك، قال لي معلش انا مش هقدر اقول لامي حاجه او اختي. وكانت شخصيته ضعيفه جدا، وقمت عملت المحشي وانا تعبانه، وكان حلو قوي والله. انا الحمد لله نفسي حلو في الاكل. وبعد ما عملته جت بنت عمتي وقالت لي اللي انت عاملاه ده قرف وما يتاكلش، واني انا كرهتها في المحشي. وقامت مسكت الغدا اللي عملته كله وانا تعبانه ورمتهولي على الارض. ولما دخلت عمتي فضلت تعيط وتقول لها ان انا عملت وحش علشان انا انام ومحدش يطلب مني حاجه. وعمتي حلفت عليا المه من على الارض واعمل غيره. وفعلا لميته وعملت غيره، بس بالليل تعبت قوي قوي وولدت، وكانت الولاده صعبه جدا وكنت ممكن اروح فيها بسبب اني عملت مجهود كبير، والدكتور قال لي اني لازم ارتاح. المهم عدت وجبت بنتي الحمد لله، وكنت بعمل شغل البيت زي ما انا برضو زي ما انا اتعودت على حياتي كده، وكنت مبسوطة والحمد لله بان معايا بنتي. وللحق كانوا هم كلهم بيحبوها. وفي يوم جه عريس لبنت عمتي وكانت فرحانة جدا بيه، ومن كرهي انا ليها كنت اتمنى الجوازة دي تبوظ بأي طريقة علشان اشوفها متنكدة وزعلانة. وقبل فرحها بكام يوم كنت في السوق، وكانت في واحدة دجالة ساكنة قريب من هناك. رحت ليها وطلبت منها تعمل لي عمل يبوظ الجوازة بتاعت اخت جوزي. وفعلا اخدت منها عمل وحطيته في الشاي لبنت عمتي وشربته. وفعلا يوم دخلتها كلمونا وبتقول ان كلب مش جوزها، يعني ان هي شايفة جوزها كلب، ما كانتش شايفة جوزها. وعرفت ان العمل خلاها تشوف جوزها ان هو كلب. وعمتي وجوزها جابوها البيت واتطلقت بفضيحة. بس ما خلصش على كده، دي اتجننت كمان، فضلت تشوف حاجات غريبة جدا وتضرب في دماغها وتأذي نفسها، وأوقات كتير بتبقى عايزة تموت نفسها. ولما ودوها لدكتور أمراض نفسية وعصبية قال إنها لازم
تروح وتقعد في مستشفى المجانين. صعبت عليا بصراحة، انا كان في نيتي ابوظ الجوازة بس. ورحت للدجالة تاني وطلبت منها تفك العمل. قالت لي ده عمل طويل وبيقعد سنين طويلة ومش هيتفك بسهولة. ومن وقتها وانا مش عارفة اعمل لها ايه، وهي عايشة متعذبة في مستشفى المجانين، وانا متعذبة هنا بتأنيب الضمير. وما كنتش عارفة اللي عملته ده ربنا يسامحني عليه ولا لا، بس هي السبب اللي كرهتني فيها وخلتني اذيها.